بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. صلوا عليه. يا أخوان، هذه الوصفة عظيمة، وصفة لجميع الأمراض، لمرضى الإيدز، لمرضى السرطان، لمرضى تليف الكبد، للحريم، لمشاكل الدورة، للتكيسات، للمبايض، للغدة الدرقية، للويزات، لأمراض الدم، لأمراض العين، لأمراض السحر، للبلاء اللي يصيب الإنسان به المرض. هذه الوصفة عبارة عن القسط الهندي والحبة السوداء، يؤخذ من كل جزء نص كيلو نص كيلو، وتطحن طحن ناعم، وتوضع في قارورة من قزاز محكمة الإغلاق في الفريزر، وتاخذ منها جرعة بعد الأكل لمدة أسبوع، والأسبوع الثاني بعد الغداء والعشاء ملعقة أكل، والأسبوع الثالث بعد الفطور وبعد الغداء وبعد العشاء. أما مرضى الإيدز ومرضى السرطان وتليفات الكبد يأخذوها 7 مرات في اليوم. 7 مرات في اليوم تأخذها إذا ما كان عندك سكر مع العسل والزمزم. والله سبحانه وتعالى يكتب لكم الشفاء. ترى القسط الهندي يقول عنه عليه الصلاة والسلام فيه 7 أشفية. 7 أشفية، 7 علاجات إلهية في هذه العشبة. والحبة السوداء تقيك من كل داء إلا الموت. داء الموت ما تقيك منه. والله يكتب لنا ولكم الشفاء، ولا تنسوني من دعواتكم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.